اول حاجه BYD قررت تعرفها للمستهلك المصري قبل اطلاقها في السوق بتاعنا هي تكنولوجيا DMI. اكتر عربيه BYD احنا بنحبها في مصر هي السونج ال، فقلنا ليه ما نعملكوش ريفيو للسونج ال بس نسخه DMI. والنهارده هنتكلم عن شكلها من بره، شكلها من جوه، اكتر حاجات تعجبك فيها، اكتر حاجات تضايقك فيها، اكيد منظومه الحركه وتجربه القياده. انا صابر ودي سونج ال DMI اكسلنس واحنا بتوع عربيات. بنسخة استيراد تقدر تجيبها في حدود 1.5 مليون تقريبا. اعتقد ان احنا منتظرين تسعير كويس جدا للعربية دي هي او اختها السي لايون DMI لما تيجي وكيل ان شاء الله. تعرف منين ان اي عربية BYD DMI مش كهرباء؟ لما تلاقي فيها شبكة. بس هل ده معناه ان دي هي السونج ال الكهرباء فرق الشبكة بس؟ الحقيقة لا، وده لان العربية دي ما تعرفش اي حاجة عن السونج ال الكهرباء غير الاضاءات بس. غير كده السونج ال الكهرباء اطول، اعرض، قاعدة عجلاتها اطول، وعشان شكلها السبورتي والليفت باك فهي ارتفاعها اقل. في السونج ال الكهرباء لان ما عندناش موتور بنزين قدام فما كناش محتاجين شبكه، فده ادى المصمم القابليه انه يعمل شكل واجهه التنين المميزه بتاعت BYD. هنا لان في موتور بنزين بقى لازم يكون عندنا شبكه، بس المصمم ما حبش يبعد عن نفس الروح التصميميه وخلى الشبكه بشكل بارامتريك بتتدرج بالاشكال بتاعها عشان تعمل درع التنين المحارب. كمان عدم وجود شبكه في النسخه السونج ال الكهرباء كان مدي احساس بالمستاش او الشنب اللي واصل ما بين الفوانيس الاماميه. هنا عشان ندي نفس الطابع ده وصلنا بالليد بار ده يوصل ما بين الدي تايم راننج لايت الاماميه بتاعت العربيه، مع كبوت تجويفاته اقل شويه بس واخد نفس الخطوط، بيدي شكل رياضي بس بطابع عائلي اكتر شويه. في السونج ال الكهرباء زي اي عربيه كهرباء عندك مساحه لعدم وجود موتور قدام انك تخلي قاعده العجلات اوسع ما يمكن، وده ادى مساحه للمصمم انه يضغطها ويخلي لها الشكل السبورتي اللي بيديها احساس ان هي بتتحرك حتى وهي واقفه. هنا لان عندنا موتور قدام فبقى عندنا الشكل الاقرب للعائليه والشكل التقليدي اكتر للاس يو في. ازاي بقى اكسر الصاج الكتير الواسع اللي زاد في العربيه ده؟ سهله، اعمل تنفيخ من ورا، اعمل تجويفات فوق الارشز بتاعت العجل، احط فيها سنود 19 عشان تملى المكان، واخد الويست لاين الخفيف الجميل ده مع تجويف تحت في الباب يخلي احساس الصاج اقل، رغم ان المساحات الزجاجيه هنا اكتر لان اكيد العربيه دي اعلى. من ورا نفس الكلام. عايز اقول ان هي سونج ال، اعمل ايه؟ اخد نفس التيل لايت تقريبا بتاع السونج ال. بالمناسبه التيل لايت ده BYD بتسميه تشاينيز نوت وبقى سيجنتشر مميزه في كل عربيات BYD. الخطوط طبعا هنا اهدى بكتير ومايله للعائليه اكتر بكتير، ما عندناش بقى الازاز المايل قوي اللي موجود في السونج ال الكهرباء، ما عندناش السبويلر المفتوح، ما عندناش الديفيوزر الكبير اللي فيه الريفرس لايت. الدنيا هنا خطوط انعم، اعقل، اكبر، وشكلها عائلي اكتر. وتحت التيل لايت الكبير ده عندك لوجو BYD منور بالليل، بيبقى شكلها حلو قوي العربيه دي. الشنطه بتاعت العربيه 459 لتر، 460 يعني شنطه كويسه، وعلى فكره المساحات فيها متوزعه بذكاء جدا. ومن هنا كمان عندك زرارين، زرار يقفل الشنطه بس وزرار يقفل الشنطه ويلوك العربيه كلها. مش بقول لكم ان هي اقرب للسونج بلس منها للسونج ال؟ ما تيجي نشوف من جوه هي اقرب لمين فيهم. من جوه بقى الشبه مع كل عربيات BYD. حقيقه عربيات BYD بقى ليها سيجنتشر معينه في الديزاين الداخلي مثبتاها، ودي علامه نضج كبيره جدا. ايه اهم ملامح السيجنتشر دي؟ الشاشه الكبيره دي هنرجع لها كمان شويه عشان فيها حاجه هتضايقك. العربيه هنا تصميمها كلاسيكي اكتر من السونج ال النسخه الكهرباء. في السونج ال النسخه الكهرباء التكييف كان شرايح بالطول، هنا موجوده بالعرض. هناك كان عندك الشاشه بتاعت العدادات طايره ورا الديركسيون، شكل سبورتي اكتر. هنا معاك الجزء البيانو بلاك المتصل بكامل الداشبورد بتاعت التابلو دي، والشاشه بتاعت العدادات امبيدد وراه، شكلها حلو جدا، كلاسيكي جدا وشيك جدا. عندك في الكونسول الوسطي شاحن وايرلس متهوي ومكان تاني لشاحن، وعندك الفتيس اللي شكله حلو قوي، في زي الفتيس كله على شكل كريستاله كده. ومعاك وصدق او لا تصدق في عربيه كهرباء تحكمات زراير، فيها كمان لحد بكره للتحكم في الصوت، ودي وضعيات القياده. هنا انك تشغلها EV او HEV، هنتكلم اكيد عن منظومه الحركه كمان شويه. هنا الهازارد، وهنا تدوير العربيه مكتوب عليه طبعا بالصيني عشان العربيه بالصيني. عندك امبيانت لايت لافف داير ما يدور من الابواب مع الكونسول الوسطي رايح الناحيه الثانيه، حلو جدا، وفي كم تحكمات غير طبيعيه في الالوان. الارجونومكس بقى عامه في العربيه هنا في حته ثانيه، وصعب قوي تلاقي عربيه في فئه سعريه تحت 2 مليون جنيه تنافس العربيه دي في الارجونومكس بتاعها. كل حاجه بتلمسها هنا
سوفت تاتش، سوفت تاتش من نوع الفاخر، تحس انك راكب بجد عربيه لكجيريوس. عجله القياده هنا معموله 3 سبوك، والحتت اللي هنا دي فيها فتحات وتحسها متدرجه كده زي السلم، شكلها حلو جدا. وتاني فيها زراير وتقدر تتحكم فيها في كل حاجه. انا بحب الفيزيكال بوتونز يا جماعه. ورا عجله القياده هتلاقي بدل شيفتر من ناحيه واحده. هتقول ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ لا دي عشان تشغل منها الاوتو بايلوت، العربيه بتعرف تسوق نفسها، هنتكلم عليها كمان شويه. بس عجله بقى القياده الجميله دي وخصوصا الزرار ده هياخدونا لاكتر 5 حاجات تضايقك في السونج ال دي ام اي النسخه الاكسترا. رغم ان الشاشه هي من الموديلات اللي فاتت، الا ان لسبب ما بي واي دي قررت تشيل الموتور اللي كان بيلف الشاشه دي البورتريه وحطت مكانه زرار النجمه ده. سيبنا عين شنجان وام جي يا بي واي دي. سيستم بي واي دي واحد من اسهل واكتر السيستمز في العربيات الصيني اللي انت ممكن تتعامل معاه، بس طبعا دي نسخه استيراد للاسف مفيش لا اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي، اكيد دي هتتحل في نسخه الوكيل. البيانو بلاك ده كلاسيكي وجميل جدا، بس بسبب شمسنا المشرقه في زوايا وانت سايق لو لابس نظاره زي حالاتي هتلاقي الشمس بتعكسك هنا كأن حد بيعكسك بساعه. لسبب ما لا يعلمه الا الله بي واي دي قررت ما تحطش في عربياتها دي ام اي وان بادل درايف، رغم ان هي موجوده في عربيات هايبرد كتير وموجوده في عربياتهم الكهرباء. طب ليه؟ الموتور هنا تنفس طبيعي والفتيس اي اتش اس او بالمعنى الهندسي دي اتش تي. بتفرج على الفيديو اللي احنا عملناه عن فتايس انظمه الهايبرد عشان تعرف الفرق ما بينهم. لكن المشكله ان هو من نقله واحده، فلو انت بتسوق العربيه دي على نظام الكهرباء كتير ما تخليش البطاريه تنزل قوي تحت، عشان موتور تنفس طبيعي لما يشتغل على نقله واحده على عدد لفات عالي هيبقى صوته عالي شويه، حقيقي شويتين 3. الانماط بقى المختلفه والمواتير دي تاخدنا لاكتر 10 حاجات تعجبك في بي واي دي سونج ال نسخه دي ام اي اكسلنت. ببطاريه 26.6 كيلو وات ساعه وتانك بنزين 60 لتر، العربيه دي تقدر تمشي كهرباء بس 160 كيلو، كهرباء وبنزين مع بعض 1600 كيلو. ولو البطاريه شطبت منك خالص تقدر تمشي على محرك البنزين بس باستهلاك تحت ال5 لتر. هتقول لي طب ازاي؟ ده ياخدنا الرقم 2، وده لان عندك موتور كهرباء 160 كيلو واط، يعني 215 حصان تقريبا و260 نيوتن متر. ده لوحده ما تبقاش بي واي دي دي ام اي. معاه موتور بنزين تنفس طبيعي 4 سلندر 1500 سي سي 100 حصان و126 نيوتن متر، وبياخد بنزين 92 على فكره. هتقول لي طب وال100 حصان يجروا ال2 طن دول لوحدهم باستهلاك تحت ال5 ازاي يا صابر؟ اقول لك لا دي تكنولوجيا كبيره محتاجه لها فيديو لوحدها. دي بطاريه 26.6 بس نينجا تقدر توصل عليها لحد ال3 اجهزه 220 فولت، وبالمناسبه تقدر تشغل كمان ال3 مع بعض، ولو البطاريه شحرت منك تعرف تشغل لها الموتور مولد زي مواتير الصفرة بتاع الكهرباء تقطع كده. بس للاسف مش عارف اشغل الاستشوار النهارده عشان الفيشه صيني مش عارفين نوصلها. في العربيات دي بيبقى عندك انك تمشي العربيه كهرباء بس او تمشيها هايبرد. هنا بقى معاك تمشيها كهرباء بس او تشغل الاي اي، والعربيه ساعتها بتطلع شات جي بي تي اللي جواها حرفيا. شايفاك بتستعملك عربيه كهرباء هتبقى عربيه كهرباء، شايفاك بتمشي كتير جوه المدينه هتبقى عربيه ريف، شايفاك بتسافر بيها كتير هتبقى بارلل هايبرد ولا اجدع بي اتش اي في. عيالك وصلوا البلاي ستيشن على المشترك وفضوا شحن عربيه هتمشي بموتور البنزين بس ولا كرولا الجمل وباستهلاك اقل من 5 لتر كل 100 كيلو. شفت عربيات كتير فيها اوتو بارك صح؟ بس قول لي شفت عربيه فين تحت 2 مليون جنيه فيها فالي باركينج؟ اعلى نظام اداس تعرفه هو اداس 3 صح؟ مرحبا بك في نظام القياده الذاتيه دي بايلوت 5 من بي واي دي. العربيه هنا جاهزه ان هي تسوق نفسها لاكثر من 35 دقيقه في شوارعنا في مصر بدون اي تدخل منك، كمان بتعرف تغير حارات لوحدها من غير ما انت تقول لها حاجه. 4 كاميرات 360، 5 رادار لما بيبقى في رادار واحد بيعملوها فئه، و12 حساس. العربيه دي جاهزه تماما ان هي تسوق نفسها لاكثر من نص ساعه على الطريق بدون تدخل منك، وكمان تعرف توصلها بالانترنت ب 5G. طب موبايلك فيه 5G؟ في الفئه السعريه دي صدق او لا تصدق عندك فيس اي دي بيظبط لك اوبشنز في العربيه اكتر من الاوبشنز اللي موجوده في الايفون. الكرسيين الاماميين تبريد وتسخين، والطاره كمان فيها تسخين. الكيسه الاماميه وكهربائيه بالكامل، وعندك تحكمات توصل العربيه للاوضاع ما كنتش متخيل انك ممكن توصل لها. قطن تنه مليانه مواتير وفيها بطاريه بس بتتسارع من 0 ل 100 في اقل من 8 ثواني. دي مش تنين، دي نينجا. تجربة القيادة نجربها بقى على الطريق. أول حاجة بتحس بيها هنا على طول فرق بين العربيات الكهرباء والعربيات الهايبرد اللي فيها بطاريات أصغر في الوزن. المطب اللي فات ده في الافاتار نفس المطب ده احنا اتهبدنا. شفتش الريفيو بتاع الافاتار؟ شوفوا عليه من هنا. بالنسبة لي أنظمة الأداس والتحكم بقى في المساعدة القيادة وما إلى ذلك، طبعا أنت بتتكلم هنا في نظام مختلف تماما. أنت طلعت بقى بره الأداس ومقرب للسيلف درايفنج أو الأوتو بايلوت. هو فعلا النظام هنا هم بيسموه دي بايلوت 5، فهي العربية مستعدة فعلا إن هي تسوق نفسها. عربية قارية الشارع كويس جدا، جايبة كل الحارات، حتى الرسومات اللي على الشارع موجودة في الطريق، الأسهم اللي بتبقى مرسومة على الأرض هي قارياها.
العربيه بتقدر ان انا افعل الاوتو بايلوت واخليها تغير الحاره بس بالاشاره. حولت اشاره دلوقتي، المفروض العربيه لوحدها اوتوماتيك بتغير هي الاشاره، وهتقفل الاشاره لوحدها بعد ما غيرتها. عايز اغير اشاره على الناحيه الثانيه، غير اشاره على الناحيه الثانيه، وهي بتتشيك لوحدها في النقط العاميه ان مفيش حد ورايا، ولو في حد مش هتغيره. العربيه طبعا بتلف لوحدها مع الطريق، بتظبط سرعتها على سرعه الطريق وسرعه اللي قدامك، بتسنتر نفسها في الحاره، يعني اوتو بايلوت كامل. وحقيقي انت ممكن تسوق العربيه هنا اكتر من نص ساعه في طرق سفر مثلا بدون ما تحتاج انك تمسك خالص عجله القياده. التوجيه في العربيه كهرباء طبعا، بس مباشر جدا. العربيه بتروح معاك في الاتجاه اللي انت عايز تروح له فيه، مفيش حتت يعني مفيش منطقه في النص ضبابيه كده او بتتوه فيها او كده، لا بالعكس. التيرنينج سيركل بتاعه العربيه كويسه جدا. النقطه العاميه حاليا هي شغاله معايا عشان في حد ورايا. طبعا بقى بالنسبه للبطاريه والاستهلاك وما الى ذلك، العربيه هنا بتعرف تبقى كل حاجه. تعرف تبقى عربيه كهرباء بس، تعرف تبقى عربيه ريف، تقدر تبقى بلاج هايبرد هي مسميها هنا HEV، تقدر تبقى بنزين بس. لو البطاريه ماتت خالص الموتور البنزين يعرف يحرك العربيه لوحده وبيعمل استهلاك مبهر، ممكن يبقى تحت ال5. الاستهلاك دلوقتي باين قدامي 3.5 كيلو وات لكل 100 كيلو، ده بالنسبه للكهرباء، و4 للبنزين. طبعا الاستهلاك خزعبلي، يعني مش هتشوفه خالص في عربيات، حتى عربيات الريف ما بتعرفش تعمل الاستهلاك ده. وهنا تيجي العبقريه بتاعت التكنولوجيا DMI. مساحات الرؤيه في العربيه ممتازه جدا. طبعا المرايه فريمليس دي شكلها حلو قوي، طبعا فيها اوتو ديبنج ده اكيد. الرؤيه الجانبيه كويسه، المرايات الجانبيه معقوله، لا كبيره قوي فهي تضايقك وتعمل صوت، ولا ان هي صغيره فما تشوفش منها. الرؤيه الخلفيه حلوه رغم ان فيه ناس قاعده ورا، انا ستيل شايف، وده لان ظهر العربيه عالي. ممكن يبقى ظهره عالي شويه لو جاي مكانك وراك عربيه واطيه سبور او حاجه، ممكن ان انت ما تشوفهاش، بس الرؤيه الخلفيه برضو حلوه جدا. الثبات في العربيه ممتاز، والاداء كهرباء. ناخد حته تسارع. موتور البنزين اهو دخل، اول لما دوست موتور البنزين على طول تدخل، والتسارع في ما فيش. طبعا العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 7.7، رقم حلو جدا. بالمناسبه في التوجيه انت بتعرف تتحكم في شده الطاره، تخليها تقيله لو عايزها حاجه سبورتي، او تخليها خفيفه وانت بتركب مثلا، او حاجه على السرعات القليله. عزل الصوت في العربيه هنا ممتاز، حتى لما موتور البنزين بيتدخل، طالما البطاريه في الرينج المعقول وانت مش كابس قوي او ما بقالكش كتير سايق على سرعات عاليه، ما بتسمعش صوته. هو بيدخل بحنيه، بيدخل بهدوء، فانت ما بتحسش بيه خالص. بس طبعا لو انت سايق على سرعات عاليه مسافات طويله، او لو انت فضيت البطاريه، كنت ماشي بس على الكهرباء وفضيت البطاريه خالص، لان الفتيس من نقله واحده فموتور البنزين هيدخل على ريف عالي، فصوته ممكن يبقى عالي شويه. بس بنعدي المطب دلوقتي، انا حاسس ان انا راكب عربيه عاديه، مش عربيه فيها بطاريه متقله، رغم ان وزن العربيه 2 طن. خليكم فاكرين عزل الصوت من قدام احسن من ورا، عشان الازاز الامامي دبل، الازاز الخلفي مش دبل، فممكن ده اللي شويه مخلي ورا تسمع شويه الصوت الخارجي. مع طبعا التسع اشارات هتخليك شويه برضو تسمع صوت الشارع، بس مش لدرجه مزعجه قوي. في الاخر في العربيات اللي ممكن تمشي كهرباء زي كده، انت اي صوت بتسمعه من بره بتحس بيه، لان انت مش سامع صوت الموتور يعني. ولما الموتور بيشتغل معاك خلاص بقى، انت بتقلب عربيه عاديه، فبتلاقي عزلها يعني فوق المتوسط بكتير، ممكن يقرب كمان من كويس جدا يعني. الجراف اللي هنا ده بقى بيقول لك على طول ايه اللي بيحصل. يعني دلوقتي انا اهو شلت رجلي، فده الريجن بيشحن من العجل بيروح على البطاريه. لو انا دوست بتلاقي البطاريه بتطلع لموتور الكهرباء، وموتور الكهرباء هو اللي بيحرك العجل. لو انا بقى عايز ادخل كمان موتور البنزين، فانا لو دوست شويه دلوقتي اهو، حاليا كده الموتور البنزين شغال ريف، بيدخل اخضر اهو يشحن البطاريه، والبطاريه مطلعه الطاقه لموتور الكهرباء اللي بيحرك العجل. طب لو انا دوست اكتر، المفروض دلوقتي كمان يدخل معايا موتور البنزين في اهو كده، كمان موتور البنزين دخل معايا في حركه العجل. دلوقتي بقت العربيه شغاله بلاجن هايبرد، بارلل هايبرد معنى ادق، شغاله موتور بنزين موتور كهرباء، الاثنين بيسحبوا العجل او بيجروا العجل مع بعض. فرامل العربيه بالمناسبه ممتازه جدا، مش زي العربيات الكهرباء اللي بتعتمد في فراملها على الريجن بس، فبتلاقي الفرامل معاك مش احسن حاجه. لا، فرامل العربيه في حته التسارع اللي فاتت دي كانت ما شاء الله كويسه جدا. كمان احدى مميزات BYD ان العربيه دايما بتقدر تتصل وتجيب لك ابديتس زي الموبايل كده بالظبط. فمثلا نزل ابديت اخير في الناب مود ده، ينيم لك الكراسي كلها ويشغل لك ميوزك عشان تنام وبتاع. وطبعا السنتري مود موجود في العربيه، اللي يخلي العربيه تراقب نفسها طول ما هي راكنه، عشان لو حد جه مثلا خبطها، لمسها، جه جنبها، قرب منها قوي، كان بيحاول يسرقها او حاجه، العربيه تسجل لك ده، وتعرف طبعا ان انت تستعمله بعد كده في اجراءات قانونيه يعني.
من الدرايف بقى مود من هنا اقدر ان انا اختار العربيه ان هي تبقى على السبورت، ومن السبورت باجي بيفتح لي تايمر ويعمل لي بقى حركات حمراء هنا وبتاع. هدوس هنا لونج بريس، شغل موتور بنزين زي ما انتم سامعين، والعربيه دلوقتي جاهزه للانطلاق عشان اعمل التسارع. يلا نجرب الاداء. بس طبعا موتور البنزين اشتغل على اعلى ريف تقريبا يقدر عليه، والعربيه كمان بتحسب الريكورد تايم بتاعي. جابت 50 كيلو في 3 ثواني، وجابت ال 100 في 7.3، فرقم رائع. ايه هو الراي النهائي في BYD سونج ال نسخه الدي ام اي؟ تبعد عنها، تفكر فيها، تحطها كاوبشن، ولا تروح مباشره وتشتريها؟ دلوقتي واحنا في شهر يناير 2026 اكيد ما تعملش اي حاجه غير انك تستنى الاطلاق الرسمي لبي واي دي مع وكيلها في مصر. لو العربيه دي نزلت مع الوكيل في نفس الفئه السعريه دي ما تفكرش، روح مباشره طبعا واشتريها. طب لو نزل ليها بنت عمتها او اختها باختلاف فروقات عن العربيه دي، ساعتها هتحطها كاوبشن وتقارن ما بين النسخه الاستيراد والنسخه اللي نزلت مع الوكيل، لان قطع الغيار الميكانيكيه في الغالب هتبقى هي في نفس العربيه، وساعتها هتبقى منتشره، فتقدر تشوف الانسب ليك ما بين العربيتين وتشتريه. اتمنى يكون ريفيو النهارده عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد، وسلام. كل حاجه بقى منوره حواليك وانت الصبح وعايز تنام سهله جدا. بي واي دي حلتها لك في الابديت الجديد. تختار الناب مود، ما تسموتش، تختار عايزها رين ولا عايزها فورست ولا بروك. انترستيلر. مين اللي هينام يا ابني على انترستيلر ده؟ خليها انترستيلر. كل حاجه هتقفل، الدنيا هتضلم، كرسي هينام بيا. مش فاهم ازاي هنام على ميوزك انترستيلر اللي شغاله دي، بس ماشي يعني. ممكن نعلي الميوزك. مش عجباني انترستيلر، هغير من هنا. ممكن اجيبها فورست. خليها رين. لا خليها بروك بقى خلاص. حلوه دي، ممكن تنام عليها دي.